السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراة الأهلي والمصري. الأهلي من سيء إلى أسوأ. خلينا نبدأ بالتقييمات بسرعة كده. الشناوي لم يختبر، يعني لعب أكتر من 100 دقيقة ما جاتش عليه ولا هجمة ولا كرة خطرة ولا أي حاجة. محمد هاني واحد، ياسر إبراهيم واحد، ياسين مرعي واحد، كوكا واحد، مروان عطية اتنين، ديانج تلاتة، تريزيجيه صفر، زيزو صفرين، طاهر محمد طاهر اتنين، جراديشار أربعة، عبد القادر تلاتة، بن شرقي صفر، شكري واحد، محمد عبد الله اتنين، قفشة واحد، وأخيرا يسترب صفر. الماتش ده أنا حكمت وبنيت فكرة نهائية على المدرب يسترب. خلاص، عمل كارثتين في الماتش. اول حاجه ان انت بتخرج جراديشار وهو المهاجم الوحيد وبتلعب من غير مهاجم. وتاني حاجه ان انت يعني ما خرجتش زيزو وهو اصلا ملطش وملوش وما فيش اي حاجه كوره ماشيه معاه، وعمال يتعصب على زمايله في الملعب ومش عاجبه اي حاجه، ويقول لفلان العب لي وفلان ما لعبتليش ليه، ويطلع وضيع ضربه جزاء. وصبرت عليه. طب انت صبرت عليه ليه؟ يعني احنا عايزين نفهم يعني. ف لا، انت يا ترب بعيد جدا حقيقي. وانا مش عارف الاهلي هيعمل ايه في السوبر. بس بقول لكل الاهلاويه يعني ما تتعشموش ان الاهلي يكسب السوبر بجد. في ظل كل المشاكل الفنيه والنفسيات اللي ما بين اللعيبه، وفي حاجات غلط كتير جدا 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 مش هتتصلح غير في اقرب حاجه في يناير. قبل كده ما اعتقدش. ففي مشاكل كتير. المكسب اللي بالعافية كتير، بتتعادل كتير. وارد ان انت اي فرقة تكسبك عادي جدا، مفيش اي مشكلة. فلا، لازم يبقى في وقفة كبيرة جدا من الإدارة وتصلح الغلط اللي هي عملته، ويبقى في تقييم شامل لكل اللعيبة. واللعيبة المتخاذلة اللي رافعة الياقة، اللي بتلعب لنفسها، اللي ما بتعرقش واللي ما بتجتهدش، تمشي. حتى لو كان عددهم نص الفرقة مفيش اي مشكلة خالص. الاهلي ما بيقفش على حد. الاهلي اكبر من اي لعيب. الاهلي فضله بعد ربنا على كل الناس، ادارة ولعيبة، كل الناس في المنظومة بعد ربنا الاهلي فضله عليه.